عليكم مشاهديني، دايرين لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا باحسن الظروف واحسن الاحوال بصحه جيده. بما ان شهر رمضان الكريم على الابواب، جيتكم اليوم واحد الفيديو ديال معسلات رمضان ان شاء الله، وتبعوا معايا المقادير. عندنا في المقادير ورقه الفيلو كما كتشوفوا معايا، اللوز نص كيلو ديال اللوز، النص قليته والنص طحنته خضر، قرفه غندير معلقه ديال القرفه صغيره، 2 معالق ديال العسل، 3 معالق ديال الزبده باش نخلط الخليط ديالي، ونص معلقه ديال المسكه حره، زبده مذوبه كما كتشوفوا معايا هنايا، وعندي هنا 3 المعالق ديال المزهر باش نخلط. صافي هادو هما المقادير اللي عندي ان شاء الله. بسم الله. ندير اللوز قليتو، اللوز خضار طحنته مع درت فيه 3 المعالق ديال السنيده، واللوز هذا اللي قليته ما درت فيه حتى شي حاجه، طحنته هكاك. وغنزيد دابا غنضيف 2 معالق ديال العسل عليه، نديرها مسكه حره طحنتها مع شويه ديال السكر، ماشي مسكه حره، ما عنديرهاش كامله، غندير شويه، مقدار معلقه صغيره. المعلقه الاولى ديال العسل، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، ثلاثة المعالق ديال الزبدة كبار، معلقة ديال المزهر، المعلقة الثانية، بعد ما خلطنا اللوز ديالنا بهذه الطريقه نغطيوه باش ما يكرمش. هذا اللوز ديالنا دابا نوليو نطلقو. دابا انا غنستعمل هذا العود، هذا لويتو بهذه الطريقه هذه، لويتو بالسلوفان. نتوما ممكن تستعملوا اي عود عندكم في الدار، اولا تستعملوا هذيك العويدات ديال الشواء اللي تنستعملوا في العيد الكبير. تبعوا معايا الطريقه دابا. ندير 2 ورقات وتنلوي الاخرى في الميكا وتنغطيوها بحال هكا باش تبقى رطبه، باش ما تتكملناش الورقه ديالنا. تنعاودو عاوتاني نحتاجوها، تنحطو 2 وريقات هكا. من بعد ما طلقنا 2 ورقات تنحطو العود بحال هكا، تنديرو الزبده، بهذه الطريقه
المكرونه ديالي نعمرو. بسم الله. نبقى نهز اللوز بحال هكا. نجمع بحال هاد الشكل هذا. المول ديالي نحطوه على هاد الشكيل في الطاوه. نبقاو غاديين بهذا الشكل هذا وبشويه تنحاولوا عليها باش ما تتقطع لنا شي ورقه. بهذه الطريقه تنخرجوا العود منها هكا وتنهزوها بحال هكا ونديروها على هذا الشكل. انا نكملوا بهذا الشكل ونرجع لكم. هانتوما من بعد ما صايبتها بهذا الشكل هذا دابا عندها هنا بالزبده باش ندخلها للفران. جوج باكيات يلا عطاوني هذا القياس هذا. اللوز اللي شاط ليا من الورقه غنمشاو ليا جوج باكيات ديال الورقه. ما قدرتنيش الورقه هذا غنحتفظ به مره اخرى. غندهنوها بالزبده ونديروها في الفران. انا غنقطعهم عاد نديروهم في الفران. بسم الله. بهذا الشكل غنديرها في الفران ونرجع لكم. من بعد ما خرجناها من الفران مده نص ساعه كما كتشوفوا راه شدت لينا هذا اللون الذهبي. دابا غنضيفوا عليها العسل ما حدا سخونه. اللي تتكون هي سخونه العسل خصو يكون بارد. اللي ما عندوش العسل متواجد في الدار ممكن يعوضوا بالسيرو. كتجي هائله وشاده الشكل زويون كما كتشوفوا وسهله في التحضير ما تطلبش بزاف ديال الوقت. غنزوقها بشويه ديال اللوز. ممكن تزوقوها بالشكل اللي عجبكم نتوما وواش ما بغيتو. انا على حساب الحشوه حيت دايره اللوز على داكشي زوقتها باللوز. تيبقى على حسب الذوق ديالكم. ها المعسلات ديالنا كما شفتوا وجدوا رائعين. زيناهم على هذا الشكل تيجيو هائلين شكلا ومذاقا. ديروهم لوليداتكم
في رمضان ان شاء الله يا ربي يجيو بنان ومقرمشين، ما تاخذوش منكم المقادير بزاف والوقت، صراحه تيجيو هائلين. ممكن تبدلوا بهم مع الشباكيه ولا داكشي اللي بغيتو نتوما. عاونوا وليداتكم مع رمضان الكريم، ما دخلوا علينا بالصحه والسلامه، بنانين والريحه فيهم طالعه منهم غزاله. ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعموا القناه باش يوصل لكم اي جديد ان شاء الله. استودعكم الله والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.